صباح الفل، عاملين ايه؟ النهارده بقى يوم جديد وفكره كمان معانا جديده حلوه جدا. دايما عندنا بيبقى زيت متبقي كده من الاكل عندنا، فاتمنى ان شاء الله ان انتوا بقى مش هترموه بعد الحلقه دي. هنعمل منه فكره صابون حلوه جدا. بكوب واحد من الزيت هنعمل بيهم 10 لتر من الصابون. طريقه حلوه جدا. الصابون ده بجد يعني جميل قوي، وكمان الرغوه بتاعته بتبقى جميله ونكهته كمان بتبقى حلوه. ممكن تغسلي بيه طبعا مواعين، بتغسلي بيه الاحواض وبتغسلي بيه الحمامات، تغسلي بيه السيراميك بتاع المطبخ. بجد حلو جدا وبينضف بطريقه جميله قوي قوي، لان احنا حاطين فيه كوب واحد من الزيت، وكمان بقيه المكونات حاطين فيها كده مكونات حلوه جدا. خليكم معايا عشان تشاركوني الفيديو، لايك وشير واشتراك. اول حاجه انا عندي هنا كوب كامل من الزيت. طبعا مش لازم يكون زيت مستعمل، ممكن تستخدمي زيت نضيف عادي جدا، لكن الفكره دي يعني عادي ممكن تستخدمي الزيت المستعمل. اهم حاجه ان احنا نصفيه. اول حاجه عندنا هنا ان انا معايا الماده الكاويه دي اللي هو البوتاص، ده بيبقى موجود عند بتاع المنظفات. تقدري تجيبي ب 10 جنيه، اللي معايا دول ب 10 جنيه. هنا ناخد منهم كده حوالي معلقتين 3 من طبعا الماده الكاويه. اهم حاجه ان الماده الكاويه دي تكوني شايلاها كده بعيد عن الاطفال، مغلفاها بكيس واتنين وتلاته، وبتشيليه في مكان بعيد عن الاطفال او متناول الجميع، يعني زي الحمام كده. لا، ما نحطوش في الحمام، حطيه دايما في رف كده، الرف اللي هو بيبقى فوق كده في المطبخ، اعلى درج في المطبخ، وتحطيه فيه علشان طبعا اولادك ما يمسكوهوش. هنا انا هحط كده معلقتين 3. انا حطيت هنا 3 معالق من الماده الكاويه زي ما انتم شايفين كده، وبيبقى محبب كده او زي القشور زي ما انتم شايفين. هحط بس معلقه كمان لان انا هنا هستخدم كوب زيت كبير، يعني الكوب ده حوالي 200 جرام. هبدا بقى ان انا اشيله. اهم حاجه زي ما انتم شايفين الخطوات، ان انا اجيب كيس كمان وابدا ان انا اشيل فيه الماده الكاويه، لان هو طبعا بيبقى سخن جدا فما بيتحملش. كمان لو خصوصا في الصيف تقدري ان انت تحطيه في كيسين 2 او 3 اكياس كمان. هنا انا حطيت 3 معالق من الماده الكاويه او 4 معالق تقريبا، لا 3 معالق. هنبدأ بقى ان احنا نجيب هنا نص كوب من المية، يبقى على 3 معالق من المادة الكاوية دي اللي هي البوتاص هنجيب عليهم نص كوب من المية. المية هنا مش دافية، لا المية من الحنفية عادي جدا. ونبدأ بس ان احنا ندوبه. اهم حاجة ان انت تدوبيه في حاجة بلاستيك زي دي، او ما تدوبهوش طبعا في الالومنيوم، لان الالومنيا هنا بياكل. اول بمجرد ما بتحطيها في الالومنيا بتحسي ان هي راحت زي الطينة كده، بتسودي جدا. فاهم حاجة ان احنا نحطها في حاجة بلاستيك. هنقلبه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما يعتبر داب معايا تماما وبقى ميه زي ما انتوا شايفين. نبدا بقى ان احنا نجيب الزيت. انا عندي هنا الزيت بتاعي عشان انا مستخدماه، فهبدا ان انا اصفيه بمصفى، اطلع بس منه الشوائب. الزيت ده طبعا كنت قاليه فيه بنين، فاهم حاجه ان انا اصفيه كويس جدا من الشوائب. لو حابه ان انت تستعملي طبعا زيت نضيف فمفيش اي مشكله. هنقلبه بقى مع البطاطس والميه، وبمجرد ما انا بحط الزيت بيتحول بقى معايا لقوام كده سميك، وكمان اللون بتاعه بيبدأ ان هو يفتح كده زي الكيك. يعني القوام هنا اول ما يديك القوام بتاع الكيك اللي انت شايفينه ده، كل ما بنقلب اكتر كل ما القوام بيفتح، وكمان القوام هنا بيديني القوام التقيل. شايفين ما شاء الله؟ يعني كمان لو سبت شويه بيتقل معايا جدا. ده بسبب الماده القويه اللي انا بحطه طبعا على الزيت، الاتنين مع بعض فبيديني السائل ده. اهم حاجه بقى في الموضوع علشان طبعا الجليسرين والنعومه، وكمان لو احنا سيبناه كده فبمجرد ما بنحط ايدينا على الصابون فبتحسي ان هو ايه، بياكل كده الجلد. فاحنا نعمل ايه؟ بنجيب هنا حوالي ليمونتين 2، او بمقدار كده 3 معالق كبار من الليمون، وببدا ان انا احصرهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تقدري كمان تحطي معلقتين كبار من الخل، معلقتين كبار من الجليسرين. المهم اللي بيبقى موجود عندك او متوفر عندك تقدري ان انت طبعا ايه تحطي او تضيفيه. حطيت هنا الليمون وبدأت برضو ان انا ايه هقلبه. يعني كل ما بحط اي حاجة اضيفها ببدأ ان انا اقلبه لحد ما تحسي ان القوام بيتقل معاكي بالشكل ده. هنا بقى عندنا كمان فكرة. أنا عندي هنا أي قطع متبقيان من الصابون، أي نوع صابون، سواء صابون مواعين سواء صابون طبعا وش، اللي هو الصابون أبو ريحة ده. فببدأ إن أنا أجيب كده حبة من الصابون وببشرها. أنا عندي هنا قطعتين من الصابون، قطعة كبيرة وقطعة صغيرة، فأخدت شوية كده من الصابون الكبير وبدأت إن أنا أبشرها كده بأي مبشرة زي ما انتم شايفين. هنا الصابون ده بيفرق في إنه بيديني ريحة حلوة جدا، وكمان نعومة، وبيعلي كمان الرغوة بتاعة الصابون. بعد ما ضفنا الصابون بقى بالشكل ده هنبدأ ان احنا نقلبه كويس جدا لمدة تتراوح كده ما بين 10 ل 15 دقيقة، لحد ما احس ان كل قطع الصابون دابت معانا تماما وبقى القوام تقيل بالشكل ده.
اخدت بقى هنا كوب صغير من البرسيل او طبعا اي نوع ربط انت بتستعمليه. هنحط بس كده حوالي كوب صغير ونقلبه، كل ما نضيف اضافه نبدا ان احنا نقلب فيها كده حوالي 10 دقايق. بعد كده جبت كوب ونص من الصابون السائل بتاع المواعين، اي نوع طبعا انت بتستخدميه عادي جدا. هنبدا ان احنا نقلبه كويس قوي بالشكل ده، قلبيه بقى لحد ما تحسي ان القوام بدأ ان هو يتقل معاكي. بعد كده هنضيف بقى لتر كامل من الميه. انا هنا طبعا مش هضيف الميه مره واحده، لا انا بضيف لتر، فانا هقلب كده هضيفت لتر كامل من الميه. وبعد كده هاسيب بقى الخلطة اللي انتوا شايفينها دي حوالي ساعة كاملة. اركنيها بقى جنبيكي على المطبخ كده واشتغلي في اي حاجة لحد ما تعدي على حوالي ساعة. وبعد كده هنبدأ نشوف هنعمل ايه. انا هنا هغطي القوام اللي انتوا شايفينه، شايفين القوام عامل ازاي، مفيش رغاوي مفيش اي حاجة خالص. بعد ما بغطيه وبسيبه ساعة كاملة، بعد كده هنرفع الغطا من عليه واوريكم شكله. شايفين ما شاء الله كل الادوات كده تفاعلت مع بعضها وبدات ان هي القوام يتقل، وكمان الرغاوه بدات ان هي تتفاعل. هنعمل ايه بقى في الوقت ده؟ هنكون مجهزين 3 معالق كبار من ملح الليمون او اللي هو الاستوديو بتاعه الكيكات، اللي هو تقدري ان انت تجيبي صويا بتاع الكيك او بتاع الطعميه اللي هو بتشتري عند بتاع الطعميه اللي هما بيضيفوها على الطعميه. انا هنا اخترت ان انا اجيب 3 معالق من ملح الليمون وبدات ان انا اقلبه. كمان هنا انا بقى هختار اللون اللي انا محتاجاه، انا هخلي الصابون عندي لونه اخضر كده فاتح مش غامق. فهبدا ان انا اضيف كده 3 نقطات كبار من طبعا الالوان الغذائيه اللي هي بتتحط على الاكل، بتبقى موجوده طبعا عند العطار. وهبدا ان انا اقلبه. جبت جردل طبعا بكونش مستعملاه، انا الجردل ده سايباه كده للصابون ما بعملش بيه اي حاجه غير الميه لو بغسل بيها بمسح بيها، وكمان للصابون او التركيبات اللي انا بعملها. هبدا بقى ان انا اضيف عليه لتر بالراحه واقلبه، كل ما بزود ميه كل ما بقلب، كل ما بتزودي كل ما بتقلبي. وكمان زودت هنا شويه كده من النقطه نقط اللي هي الالوان الغذائيه لحد ما اديني اللون اللي انتوا شايفينه ده. وكمان كل ما بتقلبيه كل ما اللون بيغمق معاكي اكتر. ابدأي بقى ان انتي تضيفي كده بالراحه كده لتر لحد ما توصلي لما شاء الله 8 لتر. بسبب ده كله كوب واحد من الزيت انا ضفته، وركنت طبعا الصابون كده حوالي 3 ساعات. كل ما بتسيبيه كل ما بيتقل معاكي، وكمان القوام بتحسي ان هو محبب معاكي بالشكل ده ما شاء الله. شايفين القوام ده بسبب الصابون اللي هو الوش اللي انا بشرته بيديك القوام ده. تقدري ان انت تخلطيه في الخلاط لو يعني مش حابه يكون فيه كده قطع صغيره، لكن كل ما بتسيبيه اكتر كل ما بيتقل اكتر. كمان لو سبتيه لتاني يوم بتحسي ان فيه لمعه كده غريبه، وقوامه بيبقى ما شاء الله بيتقل، كل ما بتزوديه كل ما بيتقل معاكي. هنا شايفين الميه، انا جبت هنا ميه عاديه جدا وسبت لكم شويه كده من الصابون. رغوته بجد حلوه جدا، وكمان يعتبر موفر ما بيكلفنيش اي حاجه. يعني ازازه كوب الزيت ده يعتبر بيبقى موجود عندنا كل يوم، كل ما بنقلي كل ما تقدري تشيليها، فبيبقى سهل عليكي بجد. يعني ما شاء الله عجبتني الفكره جدا. على طول بقى تقدري ان انت تعمليه وتشيليه في برطمانات في جراكن اللي هي الجراكن بتاعه الصابون دي، وتحتفظي بيه تغسلي بقى بيه مواعين، تغسلي بيه حيطان المطبخ، تغسلي فيه الحمامات. وكمان تقدري تحطيه وتضيفيه على حبه كده من الكرول تغسلي بيه السجاجيد، بيبقى حلو جدا. هجرب لكم كمان دلوقتي حاجه. انا عندي هنا الطاسه بتاعتي التيفال، لما بستعملها بتبقى بسم الله ما شاء الله بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. طبعا انا جبت هنا الجريلا بتاعتي او الطاسه بتاعتي، هبدا بس ان انا اغسلها معاكم وادي لكم قد ايه يعني قوه الصابون دي حلوه جدا. هبدا بس ان انا اغسلها وخليكم معايا في الفيديو، وانا حبيت ان انا اوريهولكم كده قدامكم. طبعا انا ما فصلتش الفيديو نهائي، وشوفوا بقى بنفسكم قد ايه ما شاء الله الرغوه بتاعت الصابون حلوه جدا، سواء بقى في المواعين او سواء ان انت بتغسلي بيها سجاجيد، بتغسلي بيها احواض، بتغسلي بيها اي حاجه. هنا السلكه دي سلكه عاديه، يعني كمان لو بيجيبوا السلكه اللي هي الخشنه دي وتقدري ان انت تدعكوا كده، فبمجرد ما احنا بندعك القوام هنا او اللمعان بيديكي لمعه رهيبه. وكمان القوه بتاعه الملح الليمون مع الليمون مع كل الكلام ده صدقيني بيديكي نتيجه حلوه جدا ما شاء الله. خلت الجريلا حلو جدا، فما بالك بقى ان انت بتدعكي بيها المونيا فبتحسي باللمعه اكتر. هنشطفها بقى، واتمنى ان شاء الله ان النهارده الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير واشتراك لهبه تي في، وكل سنه وانتم طيبين. اشوفكم بقى في حلقه جديده وفيديو جديد من حلقات هبه تي في.